عيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هناك ظاهرة سيئة يعني تنتشر في مجتمعاتنا للأسف، وهي ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الزواجات أو في الاحتفالات أو في أي مناسبة من المناسبات، وكذلك الطماش المنتشر الآن في رمضان أو في الأعياد، وكل هذه من الظواهر السيئة. أولا تدخل في يعني الإسراف وتبذير المال فيما لا ينفع. الأمر الثاني أنها تؤدي إلى أذية الناس، إزعاج الناس، والشرع نهى عن أذية الناس وقال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا إثم واضح، إزعاج الناس وأذية الناس، بل الرصاص قد يؤدي إلى قتل الناس، وقتل النفس من أعظم الجرائم ومن أعظم المحرمات. هذا الرصاص ما يسمونه الرصاص الراجع قد يؤدي إلى قتل بعض هؤلاء الناس. وهذا الذي يطلق الأعيرة النارية وهو يعلم أن هذه الأعيرة قد ترجع إلى الناس وتصيبهم، قد يكون ممن يعني قتل العمد، لأنه يعرف ذلك وقد سمع قصص وأخبار عن هذا الرصاص الراجع. ولهذا يعني نتمنى من هؤلاء أن يعني يرعوا وأن يرتدعوا. أولا فيها ترويع للمسلمين، ومن روع مسلما فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد تؤدي إلى قتل الناس. ولهذا ينبغي الارتداع والخوف من الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل، وترك مثل هذه الظواهر السيئة وهذه يعني الأمور الغير الطيبة. ونسأل يعني ونتمنى من السلطة والقائمين على السلطة أن يردعوا مثل هذه الظواهر السيئة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيدنا إليه، وأن نكون يعني أصحاب عقول واعية تعي مثل هذه الكلمات، وأن نبتعد عن كل ما فيه أذية للناس أو ضرر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم على أضرار الألعاب النارية، وهو معروف يعني ما تسببه من أضرار على الأطفال وإصابات خطيرة، من ضمنها يمكن يعني حتى أنها تخرج العيون أو تصيب العين وتنتهي العين. هذا نحن نتمنى يعني من باعة هذه المواد الخطيرة على الطفولة ألا يأتوا بها ويأتوا بأشياء تفيد الأطفال. أما الألعاب النارية هذه التي تضر بأبنائنا أو بأطفالنا بسبب سوء الاستخدام أو لأنهم أقل سنا من استطاعتهم لاستخدامها استخدام حقيقي، فهي تصبح مضرة. ونتمنى يعني من السلطة المحلية حتى أنها تمنع هذه الأشياء، وخاصة الألعاب النارية المضرة بالأطفال والتي تحدث ضجة كبيرة. مش عارف مسمياتها، لكنها بعضها تحدث ضجة كبيرة وتصيب الأطفال.